بقى النهارده نعمل احب اكل عند المصريين، المحشي طبعا والبط. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا ميه بتغلي، حاطه فيها ورق لورا وبصل. هنا البطه غسلتها طبعا كويس بدقيق وملح وليمون وجنزبيل. الجنزبيل بيشيل اي زفاره في الطيور. وبعد كده هنغليها غلوتين في الميه دي ونشوف هنعمل ايه. جبت حله تانية وحطيت فيها شويه من الزيت، فرمت بصل مع فلفل حامي في الكبه، بس ما يكونش فرم ناعم. هديله كده تشويحه، احنا مش هنحمره عشان الجو طبعا حر، فمش عايزين البصل يتحمر. وبعد كده نزلت عليه بصلصه. الصلصه طبعا كانت محطوطه في الفريزر متفرزه. هسيب الصلصه كده لحد ما تفك. وهنا البطه كانت غلت غلوتين، هخرجها من الميه وهنرمي الميه دي. ونرجع نشوح البطه تاني بشويه زيت. حطيت فصين من المستكه. وبعد كده هدي للبطه تشويحه واحط لها ورق لورا وبصل وحبهان وكبابه صيني، وادي لها تشويحه. وبعد كده هنزل عليها بميه مغليه في الكتل. طبعا الخطوه ان انت تغليها في شويه كده من الميه، تغليها غلوتين وترمي الميه بتاعتها، لو فيها اي زفاره بتشيل الزفاره تمام. نزلت كده بميه مغليه وهغطي عليها طبعا لحد ما البطه تستوي. هنا الصلصه كانت فكت زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بقى بالبهارات، فلفل اسمر وكمون وكزبره وملح وسبع بهارات. ما كترتش بهارات عن كده عشان ما تغيرش طعم المحشي. وهنا الصلصه كانت استوت كويس، يعني خرجتها من الفريزر حطيتها. طبعا بتبقى ميميه شويه، بتسيبها لحد ما تتسبك لان صلصه المحشي لازم تكون متسبكه. ونزلت كده بالرز هقلبه كده كويس. وبعد كده هنزل بالخضار، شبت بقى وكزبره، ولو عندك شويه كده من النعناع الاخضر تحطوه من المحشي بيدي طعم حلو. خلاص كده تمام. هنزل بالخضار اديله بس تقليبه وبعد كده اشيله من على النار. طبعا هفضي الرز كده في حاجه اوسع علشان اقلبه كويس. هقلبه كده كويس، اسيبه بس يهدى شويه، محشيش على طول كده وهو مبخر. يعني بتسيبه الرز كده يهدى معاكي شويه، مجرد ما يهدى بتحشي على طول. خدت كده شويه من الرز طبعا عشان هعمل محشي ممبار، فمش عايزه احط الممبار على وش الرز كله. خدت كده شويه من الرز، ولو احتجت برجع اخد تاني. هنا الممبار طبعا كان عندي في الفريزر، طلعته وغسلته بدقيق وملح وليمون، وغسلته بجنزبيل برضو عشان الزفاره وبخل. وبعد كده نقعته في ملح وليمون برضو شويه. من اسهل بقى المحشي اللي انت ممكن تعمليه هو محشي الممبار. في ناس كتيره بتستصعبه، لكن بالعكس هو ما بياخدش وقت خالص، سهل جدا وبسيط. ولو اي كميه كبيره عندك بتخلص معاكي في اقل وقت. وانت بتحشي طبعا الممبار ما تمليش الممبار قوي، عشان لو مليتيه قوي مجرد ما بتحطيه في الميه شايفه الرز بينفش فيه، فبيروح الممبار منفجر معاكي كده في الميه، فما تحشوش قوي. خلي الرز كده خفيف فيه خالص. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. هعمل طبعا كل الكميه بنفس الطريقه. شايفين زي ما قلت لكم سهل جدا. الممبار مش ملان قوي، تحسيه كده فاضي، لكن مجرد ما بينزل في الميه المغليه بتلاقي الرز اللي فيه بنفش كده وملى الممبار. هنا بقى الحله اللي انا كنت عامله فيها الطماطم بتاع المحشي، حطيت فيها ورق لورا وحطيت شويه من نعناع وحطيت حبهان. وهنزل بقى بالممبار. شايفين مجرد ما بتنزليه في الميه الرز بينفش فيه على طول. وزي ما قلت لك لو عندك كميه كبيره بتتعمل معاكي برضو، ما بياخدش وقت خالص، زيه زي اي محشي عادي جدا. ههدي عليه بقى النار شويه، مجرد ما ياخد غلوه كده بروح مهديه النار. شايفين زي ما قلت لكم مجرد ما نزل في الميه بينفش على طول. ههدي بقى النار وحطيت له الملح، ومجرد ساعه ما بيستوي خد معايا حوالي ساعه وشويه كده، لان الممبار اصلا ما كانش كبير قوي، كان صغير. بعد كده بطلعه كده، ما بسيبوش في الميه بتاعته عشان ما يستويش بزياده ويتقطع في الميه. هنا بقى هعمل محشي كرنب. حطيت كده بصل وشويه كده من الخضار. هنا البطه بقى كانت استوت، شايفين بقول لكم بدات تفتح من فوق، استوت. زودتها ملح وتغلي غلوتين كده بالملح واشيلها من الشوربه. الكرنب ده طبعا برده كان متفرز، طلعته كده لحد ما فك وغسلته كويس. وهبدا بقى الف المحشي. خلاص كده تمام. هنعمل كل الكميه طبعا بنفس الطريقه. الكرنب طبعا علشان كان متفرز فما خدش معايا وقت في المحشي. المحشي ما خدش وقت طبعا، ما سلقتش. الكرنب كان متفرز وكان جاهز في الفريزر، فكل حاجه ايه خدت وقتها كده في ثواني، ما غابتش.
والصلصه كمان كانت جاهزه. لما بيكون كل حاجه عندك جاهزه كده ما بتغيبيش طبعا وانت بتحشي، لكن لو بتاسسي كل حاجه من الاول بتقعدي تعملي فرومي طماطم وتسلقي الكرنب بياخد معاكي وقت شويه، لكن كل حاجه كانت جاهزه عندي فعشان كده ما خدش وقت معايا. خلاص كده طبعا خلصت برده محشي الكرنب، وهنا برده هعمل محشي ورق عنب. هنا بقى كان الممبار استوى، مجرد ما استوى كده انا كنت حاطه له طبعا الملح، بشيله كده زي ما قلت لك، لازم تشيليه من المرقه بتاعته عشان لو سبتيه فيها هيتهري ومش هتعرفي تخرجيه هتقطع منك. خلاص خرجته كده. وشوفوا برده كنت عملت هنا حله من المحشي ورق العنب، وحطيت بقى الشوربه المحشي ورق العنب والمحشي الكرنب، واولع عليه لحد ما يتشرب الشوربه بتاعته. اهدي النار خالص لحد ما يستوي، هتلاقيه بقى استوى معاكي وبقى زي الفل. طبعا بحط غطا الحله ده او طبق او اي حاجه عشان المحشي ما يفكش لما يجي يغلي، ما يفكش معاكي. يا دوب كده بتحط الشوربه لحد ما تغطي المحشي، بس ما تزوديش عن كده عشان المحشي ما يعجنش معاك. خلاص بقى هسيب المحشي كده على النار لحد ما يستوي كويس. جبت هنا معلقه من الكاتشب ومعلقه من الصلصه ورشه من الفلفل الاسمر، وهدهن البطه كده وادخلها الفرن تحت الشوايه، هتاخد معاكي لون بسرعه. وهنا بقى كنت هحمر الممبار زي ما قلت لكم كده، ادخل البطه تحت الشوايه. طبعا كل شويه بص عليها كده وقلبيها، بتبقى افضل طبعا ما بتقلي في زيت وبتشرب معاكي كميه من الزيت كتير. هنا بقى الممبار خد لون، هطلعه وانزل ببقيه الكميه. وكده خلاص اكلنا كله يعتبر كل حاجه خلاص جهزت. هنا بقى افضي محشي ورق العنب، ما شاء الله كان جميل جدا. طبعا كنت حاطه في الارضيه بتاعته من تحت كده العيدان بتاعه ورق العنب وفرشه كام ورقه، وكنت مشوحه لحمه كده تشويحه في الزيت وحطاها. ما شاء الله اللحمه كانت دايبه جدا، شايفين بمسكها بالشوكه مهريه بتتهري معاكي بسرعه. انت بتحطي اللحمه، طبعا انا ببقى حاطه اللحمه في ارضيه محشي ورق العنب طريه، يعني ما بكونش مسوياه، وعلى ما المحشي بيستوي بتكون دايبه كده، بتيجي تمسكيها بالشوكه بتحسي ان هي بتتقطع معاكي بكل سهوله. وهنا محشي الكرنب كان ما شاء الله استوى، شايفين ما فيش ولا واحده فيه فكه، ما بيفكش خالص معانا. وحمرت البطه وخرجتها زي ما انتم شايفين والممبار. ودي كانت وصفات النهارده، يا رب تعجبكم وان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير. ومع السلامه. ما تنسيش تعملي بقى لايك وشير وتشيري الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد.